يعني أنا بقول الشباب اليوم هم الأصل يكونوا رمانة الميزان والكفة الراجحة في الانتخابات المجلس العشرين. هذا واجب وطني، لازم كل إنسان يطلع ينتخب حتى ما يعطي الفرصة للإنسان الأصولي، للإنسان صاحب الأجندات الشخصية. احنا اليوم جايين نخدم وطن، فعشان نخدم وطن اطلع ننتخب الإنسان اللي بحق تعرف إنه ممكن إنه يمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لنعمر الأرض بطاعته وجعلنا مفاتيح للخير بفضله مغاليقا للشر بقدرته، والصلاة والسلام على رسول الله الذي علمنا أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. السيدات والسادة الكرام، إني وأنا ألتقيكم اليوم في هذه الساعة المباركة أرحب بكم ذاتا عزيزا وأصافح وجوهكم النضرة الطيبة، وأشد على أياديكم مستمدا منكم ومن إرادتكم إرادتي وقدرتي على الفعل والإنجاز، فنحن جميعا نقف معا في صف واحد نحو غد أجمل لأردننا الحبيب الغالي، في ظل راية مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. فالتحديث السياسي كما أراده جلالة الملك بوابتنا الكبرى نحو مستقبل أكثر إشراقا وأنفع للناس، نحو خارطة طريق لحل مشاكلنا ورسم غدنا. كلكم يعلم أحبائي الأعزاء أن الرقابة والتشريع هما العمود الفقري لمجلس النواب المقبل وكل المجالس السابقة واللاحقة، وكلكم يعلم أيضا أن مجالس سابقة حادت عن دورها الدستوري في الرقابة والتشريع، وإنه آن الأوان الآن لأن يستعيد مجلس النواب المقبل دوره الحقيقي المعبر عن طموحات الأردنيين جميعا، ليكون المجلس الأمين على مصالح الوطن والمواطن والحارس لأمنياتكم وتطلعاتكم، وأن يغدو رقيبا حقيقيا على آمال السلطة التنفيذية ويكبح جماحها حينما يرى شططا يتناقض مع مصالح الناس. ضيوفنا الكرام، ظل ملف الإدارة المحلية دائم الحضور في أولوياتي، وظل تمكين مجالس المحافظات بالاستقلال المالي والإداري السبيل الوحيد للنهوض بالخدمات وتوزيعها بعدالة لكل مناطق الوطن الحبيب. تشرفت خلال السنوات الماضية برئاسة لجنة الاستثمار في مجلس محافظة العاصمة أثناء خدمتي، وأنتم أعزائي تعلمون أن هذا الملف الحساس يتطلب معرفة عميقة بالمعيقات التي تواجهه وتحول دون تقدمه وتطويره، والعمل الجاد على تذليلها. إن الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وينبغي التنويه في هذا السياق بأن مفهوما قاصرا يسود أحيانا لدى البعض، ألا وهو أنه ينبغي الدعم والتسهيل للاستثمارات الكبيرة من دون النظر لصغار ومتوسطي المستثمرين والاهتمام باحتياجاتهم. شكلت هذه الرؤية القاصرة معيقا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج، ويفترض أن تشكل هدفا مركزيا لكل مسؤول مؤمن بالحفاظ على الأردن واستقراره. كان لدينا في مجلس المحافظة خطة طموحة عندما تشرفت بحمل أمانتكم، غير أن الظروف المالية وأحيانا التشريعية حالت دون تنفيذ مشاريع تلبي طموحاتكم. لهذا وجدت لزاما علي
أن أحمل همكم في الحلقة الرئيسية لتعزيز البناء في وطننا الغالي. الأهل والعزوة الكرام، سلام مني إليكم وعليكم، سلام من أردن العز والفخار، مهوى الفؤاد، موئل واسع البوابة لكل عربي ولكل مسلم، يتساوى فيه الجميع أمام القانون، متساوون في الواجبات والحقوق. هذا هو أردن العز.